جريدة المساء يوم الاثنين 27 يناير عام 1964. عمر النور أنقذ بطل يوغوسلافيا من الهزيمة أمام الزمالك. أصدقاء المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم منشط وذكرى. منشط هذه الحلقة كما قرأناه يتحدث عن عمر النور لاعب الزمالك والمنتخب القديم في الستينيات ومباراة الزمالك أمام ريد ستار اليوغوسلافي عام 64 والتي انتهت بالتعادل 2-2. نعيش ذكرى هذه الحلقة مع الكابتن عمر النور. عمر النور يا كان تاني حماد امام ماشي بيه على رجله الشمال. حماده جوه وبكر عنده، لكن هيرجع لورا. لازم يودي عمر النور ورا، وعمر رقص ومشي عمر وشاط فوق المقص في اخر دقيقه، وبينقل الى حماده امام داخل في وسط اثنين، وبينقل ورا لعمر النور. عمر هيشوط من 40 يارده، يا قنبله جنب المقص، قنبله صاروخيه. مباراة ريد ستار والزمالك 64 على ملعب نادي الزمالك. اياميها فريق نادي الزمالك كان فرقه فعلا متكامله، هجوم دفاع وسط، يعني كان يحتل الهجوم. الحقيقه فرقه كانت متكامله. لعبنا المباراه دي امامهم طلعت 2-2، والمفروض احنا اللي نكسب لولا عنوان الاستاذ حمدي النحاس. خدت كوره من وسط الملعب، سلمتها من سمير قطب ومشيت بيها من 3 وكشفت ورحت على الجول وطلع لي. فلسفتي بقى ان انا احطها ببطن رجلي في البعيد وامشي، رحت احطها في الاوت. لذلك الاستاذ حمدي النحاس قال لك عمر النور انقذ الريد ستار من هزيمه مؤكده. وبعدها بقى تلاحقت الماتشات بالنسبه لنادي الزمالك معانا، فكان الفرقه متكامله زي ما انا قلت، وفي نفس كان فيها ناس تقال في الملعب، يعني حتى لو شطيت شويه في الملعب بيلموك بسرعه. يعني في كذا واحد يقول لك لا اعمل كذا، لا روح من الناحيه دي، لا تعالى الناحيه دي. في كابتن رأفت قائد، كابتن نيا كان قائد، كابتن سمير قطب، يعني كان في كذا قائد في الفرقه بيوجهوا كل الناس الصغيرين. يعني بالنسبه لحماده وعمر وفاروق كنا اصغر ناس في الفرقه، فعشان كده كان التوجيه بالنسبه لنا احنا مهم انهم هم. وفعلا وصلنا واستمرنا بالفرقه وهم بطلوا، واحنا قدنا الفرقه الى ان سلمناها للي بعدينا. فمشواري مع الزمالك مشوار حلو، يعني من اول ماتش الترسانه، وبعدين ماتش المصري، بعدين ماتش الاسماعيلي. هم ال3 ماتشات دول في بدايه الطريق هم اللي سهلوا لي، يعني سهلوا لي اللعب في النادي، وسهلوا لي الاسم الكبير، وعملوا لي حاجات كتير قوي. اول ماتش الترسانه 7-3 على ارضهم، واول مره في تاريخ الزمالك يكسب الترسانه على ارضها 7-3، اصبحت تاريخ 7-3 على ارض. وبعدين الترسانه كان فيها مين؟ بدر عبد الفتاح، مصطفى رياض، الشاذلي، حرب، محمود حسن، يعني 5 فورورد لاين لا يوجد مثلهم في مصر. وبالرغم من كده خسروا قدامنا، وكان اول ماتش لي انا العبه معاهم، اول ماتش لي احط رجلي فيه رسمي لنادي الزمالك في ارض الترسانه. كسبناهم 7-3. ومن يومها بقى بعدها كان ماتش الاسماعيلي 1-0، وبرضه كنت موفق فيه. المصري 2-1 كنت موفق فيه. وبعد كده ربنا كرمني بقى معاهم والعمليه مشيت، اصبح عمر من النجوم اللي يعني يشار اليها بالبنان في نادي الزمالك او في مصر بحالها.
خدنا بطولتين دوري مع النادي، والبطوله الثالثه كانت غريبه شويه. اولا عشان نكسب البطوله الثالثه لازم نكسب الترسانه على ارضنا ونروح نلعب مع الاولمبي في اسكندريه. لو الترسانه كسبتنا على ارضنا الاولمبي ياخد الدوري من غير ايه، الماتش بتاعنا ما يكونش ليه اهميه. المهم لعبنا الترسانه والزمالك على ارض الزمالك، وبعدين في اول 10 دقائق او 8 دقائق مصطفى رياض كابتن مصطفى استلم كوره راح مرقص 2 وعمل نفسه هيباصي، حطها قدامه وعدى. مين اللي هيجيبه؟ محدش هيجيبه. طلع سمير محمد علي راح حاططها ببطن رجله جول. وقعدنا نتح بقى لحد ما بقى ربع ساعه لنهايه الماتش. كسبناهم 4-1. جبت الجول الاولاني، حمادي جاب الجول الثاني، جبت الجول الثالث، الجوهري جاب الجول الرابع، وطلعنا 4-1. رحنا اسكندريه بقى. الماتش ده جاتنا على الحاجات الطريفه فيه، جت بينالتي واحنا 1-0 مغلوبين، وفاضل ايه بتاع ربع ساعه و12 دقيقه كده. عبد النصر هيشوط البينالتي، راح حط البينالتي وراح راجع. ببطن رجله لقيناها في ارض الترسانه، نادي الترسانه هناك بره. فراح لطم قال لي يا عمر ابويا مات. قلت له الله مش انت اللي موته برجلك يا عبده؟ بينالتي وبره هنعمل ايه؟ المهم ربنا كرمنا وكسبناهم 4-1 في الماتش ده. فدي من الحاجات الظريفه اللي دايما الحاج نصحي بيقعد في شمال المقصوره هو المجموعه بتاعته. فالراجل فعلا اغمى عليه، هو بيقول لي ابويا مات. قلت له لا انت اللي موته برجليك، ورا بينالتي المفروض تحطها حاططها في الشارع، ده انت موتنا كلنا، المدرب كله مات مش باباك بس. ورحنا اسكندريه، طبعا هدف عز الدين يعقوب المشهور بيه، خد الدوري هم ب 1-0. وابا صود الرابعه الى عمر النور، بيفوت من واحد والثاني حلوه الدور ده، هو عارف رايح فين عمر النور. طالع عفت ودخل جوه وعاوز يدي حد، هيدي عمر النور، عمر النور مزنوق لكن هيلعبها بره، هيلعبها بره. الجول علي محسن، هيدي عمر. عمر النور والجوهري هيشوط حلوه تصد. جول الرابع الجوهري، جول الرابع. جت حكايه ان انا يعني شويه اتقاعد او مثلا ايه افكر في الاعتزال بعد ما ايه حماده امام سبقني، كابتن كان سبقني، كابتن رأفت عطيه سبقني. فحسيت بانه انا اكبر ما في الفرق، فقلت لا، قلت للكابتن حلمي يا كابتن حلمي انا فكرت في الاعتزال وخلاص يعني خدت حظي انا. قال لي لا انت مش هتبطل. قلت له يا كابتن حلمي اذا كان حماده امام وعبد نصحي يعني انا شايف بعيني وسامع بودني اللي بيحصل لهم في الارض في الوقت ده، انا مش عايز احط نفسي لدرجه انه يتقال عليه مثلا تقل او تخن او وزنه زاد او شيلوه، لا سيبني كده انا يعني زهوت قدام الناس ان ابطل. قال لي لا مش هتبطل. قلت له طب انا هسافر. قال لي ممكن تسافر بس اوراقك تطلع من النادي، ولو سبت هناك ترجع للنادي تاني. وده اللي حصل. سافرت قطر، خد اوراقي بعتها بشرط في العقد انه الراجل ده لو ساب الحته دي اوراقه توصل نادي الزمالك الاول، حتى بعد ذلك يفكر يروح اي حته، وفاكر ان انا مثلا هروح نادي ثاني ولا حاجه لا سمح الله. فيعني الحقيقه مشواري مع نادي الزمالك والحمد لله خلت ذكرى كويسه، ذكرى طيبه، حتى في المشجعين اللي عاصرونا برضك يعني لغايه دلوقتي الواحد حافر حروف من ذهب في قلوبهم بالنسبه للعمل في الارض وبالنسبه للاداء لنادي الزمالك. عشنا مع الذكرى وقرأنا المانشيت، ومانشيت هذه الحلقة كان عن كابتن مصر ونادي الزمالك الكابتن عمر النور وذكرياته أمام نادي ريد ستار اليوغوسلافي في المباراة التي أقيمت عام 64. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم ومانشيت جديد وذكرى جديدة. شكرا وإلى اللقاء.